كثيرة لبيع التحف النادرة والأنتيكات على مختلف أنواعها يقدر عمر بعضها مئات السنين، ما جعله مقصدا للعديد من الزائرين العراقيين والأجانب. تقرير أشي نصير. من هذا السوق التاريخي المسمى سوق النجف الكبير ومن أزقته الفرعية ذات الطابع المعماري القديم تفوح رائحة التاريخ لتزاحم التقدم التكنولوجي الحديث. محلات وإن كانت قليلة لكنها مليئة بالكثير من الأنتيكات والتحف التي يمتد عمر البعض منها إلى مئات السنين. في هذا التنظيم صار لحوالي 150 سنة هذا السوق على هذا التنظيم، قبل الموجود بس تحدث. أنواع وأشكال من السبح التي قد تبدو في نظر البعض أمرا عاديا، لكنها في نظر أصحاب الخبرة والرغبة بما هو تراثي قديم ثمينة جدا. تتوزع أهميتها ما بين الشكل ونوع الحجر وعمره وأشياء أخرى كثيرة. أصبحت السبحة جزء من الشخصية العراقية بالذات قديما وحديثا، ولذلك كل شخصية شوفه يعني يحوي أو يملك عدة أنواع من السبح. ليش؟ لأنه صارت في المناسبات الاجتماعية صار كل واحد يعني شلون يستعمل أو يتخذ من سبحة نوع من أنواع السباح له. أنواع السباحة يعني عالم خاص وإقبال إلى كل الجيد، متوضعين من الداخل والخارج مرغوب على حسب نوعيته والقدم مالته. السبحة كل ما تكون قديمة كل ما يكون سعرها أكثر. ورغم دخول العالم مرحلة الحرب الإلكترونية، لكن السيوف بأحجامها ونقوشها وحمالاتها المرصعة بالفضة والجواهر أحيانا ما زالت تشكل إحدى عناصر الجذب للزبائن من داخل وخارج البلاد. وياكو ناس بلي ترغب أن تشتري الأشياء القديمة، يعني مثلا بريق النحاس. البريق الآن سعره 40,000، لشنو قديمي؟ هذا صار له شغل 60 40 50 سنة من شغلي. مثلا الدلة القديمة تمتاز عن الدلة الجديدة. كل شيء قديمي هو يكون أغلى ثمنه. هذا بالأساس مو اسمه سجاد، اسمه أزار باللغة العربية، يعني إزار يعني غطاء، كانوا العراقيين القدماء يتغطون به. هسه صار على شكل تحفيات، شلون ما نقول ديكورات. أكثر المقتنين إلى طبعا السياح من خارج العراق، الخليجيين بالأساس يحبون ذني القضايا. وهنا في عقد السيف الذي كان يستخدم لخزن البضاعة ومنها أخذ اسمه، ما زال صناع مهرة يقرعون النحاس بمطارقهم ويصنعون بضائع قديمة كالمنجل والمنقلة وأدوات صيد الحيوانات وغيرها، والتي ما زالت تجد من يبحث عنها. عملنا طرق على النحاس، على التحفيات القديمة والحديثة. اكو ناس يعني تجني هاي الشغلات القديمة يعني تراثية كتراث تحتفظ بها للزينة، او يجيبون مثلا اواني ننقشها، مثلا قسم على اواني قديمة ننقشها ونشتريها، واحيانا يعني نبيع ونشتري بها التحفيات والانتيكات القديمة. اكو ناس عندها هواية بهاي الامور يعني. ورغم زحف البضاعة الحديثة تتشبث بعض محال الأنتيكات بوجودها في سوق النجف الكبير، فمجرد وجودها فيه يلفت النظر إلى عمقها الثقافي والتراثي. راج نصير، الحرة، النجف الأشرف. ختام النشر.